جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله، من أحق الناس بحسن معاملتي ومن أقرب الناس إلي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ المنطق يقول أبوك أو أخوك، يختار واحدا منهما. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يقول العلماء: قدمت الأم على الأب لثلاثة أمور: لحملها ووضعها وإرضاعها، وهي أيضا تشترك مع الأب في التربية. الأم لطالما تعبت وسهرت، الأم لطالما بكت لبكائك وحزنت لحزنك. اسمع وركز معي جيدا: إن رضيت عنك أمك رضي عنك ربك، وإن سخطت عليك أمك سخط عليك ربك. أمك التي لا يشبهها في الوجود أحد. الأم كالعمر لا تتكرر مرتين. صدق من قال: كل البيوت مظلمة حتى تستيقظ الأم. وصدق أيضا من قال: لا يوجد في العالم وسادة مخدة أنعم من حضن الأم. الأم إذا غضبت على ولدها تدعو عليه، لكن تكره من يقول آمين، لأن الدعاء ليس من قلبها. اسمع وركز معي جيدا يا من تقدم امرأتك على حساب أمك. اسمع يا من تدخل بكيس الفاكهة في الخفاء وتركب على السلم على أطراف أصابعك حتى لا تأخذ منك أمك عنقود عنب أو علبة زبادي. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. يا حبيبي، زوجتك ليست باب من أبواب الجنة، وإنما أمك هي باب من أبواب الجنة. أمك لن تنساك. أما زوجتك لو مت صغيرا أو طلقتها والله سوف تتزوج عليك وتنساك. يا حبيبي، تحترق 1000 امرأة مقابل أمك. سمعنا عن الذي يضرب أمه من أجل زوجته، قطع الله يديك وأعمى الله عينيك. والله أنا لا أتخيل كيف يشتم الإنسان أمه من أجل زوجته. في الحقيقة نحن في حاجة ماسة لإعادة النظر في علاقاتنا مع أمهاتنا. فيا شباب ويا بنات، اتقوا الله في أمهاتكم. يقول ابن عمر عن الأم: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمت لها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يا حبيبي، إذا ماتت أمك ووضعتها في القبر سوف تحتار وتقول: يا ربي إلى من أذهب يدعو لي؟ وإذا رجعت إلى البيت ولم تجدها سوف تندم على كل لحظة أضعتها لم تكن في خدمتها. والله سوف تندم. استغل وجود أمك طالما أنها حية. والله أنت عندك كنز وأنت لا تدري. فقد الأم كسر لا يجبره إلا الله. والله أنا لا أتخيل كيف يتحمل الإنسان فراق أمه. يا أخي، تكون عظمك من دمها ونبت لحمك من حلو لبنها. كم سهرت لتنام، وكم جاعت لتشبع، وكم تعبت لترتاح أنت. أسألك بالله، من الذي يملأ الفراغ الذي تركته أمك؟ والله العظيم إذا رأيت إنسانا موفقا في الحياة فاعلم أن له من بر الوالدين نصيب. إذا رأيت إنسانا موفقا في تجارة، في علم، في مال، في مشروع، فاعلم أن له من بر الوالدين نصيب. والله العظيم أنا عن نفسي لا أرى توفيقي في الخطابة والدعوة بعد فضل الله إلا بسبب دعاء أمي لي. في حياتي ما خرجت إلى خطبة الجمعة قبل أن أخرج من الباب أبحث عن أمي في البيت وأقول لها: ادعي لي يا أمي، ادعي لي يا أمي بالتوفيق. فدعاء الأم يفتح الأبواب المغلقة. فجزاك الله عني يا أمي خير الجزاء.
أمي لو كان عمرك بيدي لزدته ولو كان فيه فنائي. أمي خذي من صحتي ولا تمرضي. أمي خذي من راحتي ولا تتعبي. أمي والله خذي من فرحتي ولا تحزني، فبدون أمي لا قيمة للحياة. مسكين يا من ماتت أمك، من الموت الذي أغلق عليك أبواب الخير هذه. فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها وأكثر من دعائك لها. ويا من لا زالت أمك باقية إلزم قدميها فثم الجنة، فسوف يأتي يوم ولن تراها. يقول أحد السلف عن البر، قال: البر هو أن تكون حذاء في رجل أمك. نعم يا أحبابي، من عاش خادما تحت أقدام أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك. أرضعتك من ثديها لبنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.